اكمل مع حضرتك سؤال مهم جدا، انت ايه راي حضرتك في النواب اللي تم انتخابهم عن قطاع جنوب القاهره وخاصه مدينه حلوان وضواحيها ووجودهم على الساحه وايه اللي قدموه لغايه دلوقتي للشعب الحلواني؟ طيب، كلامي ده ممكن يستفز ناس معينين او بعض من الناس، بس اكيد حقيقي يبقى مش هتستفز حد. في السابق العهد ما قبل 25 يناير كان النائب المقدم على الانتخابات النيابيه اللي هو المجلس الشعبي سابقا، النواب حاليا، كان قبل ما بيخش على المرحله الانتخابيه كان بيقدم خدماته. يعني بيرمي بياضه زي ما بيقولوا، ولحد لما بينجح وقبل حلف اليمين كان بيقدم برضه الخدمات. ده مش موجود دلوقتي في النواب الحاليين. النواب الحاليين تبخروا من بعد مجلس الشعب. هل حضرتك شايف فيهم ان هم عندهم كاريزما نواب شعب؟ انا مش شايف، انا مش عاوز اظلم حد، هكلمك على وجه الخصوص، هكلمك على حلوان. تمام. حلوان سليم فقدت النواب من بعد 25 يناير. النواب ما بقوش هم النواب، علما بان في نواب قدام كانوا اعضاء مجلس الشعب موجودين، لكن ما بقوش هم النواب اللي احنا نعرفهم. يعني ايه ما بقوش هم النواب اللي احنا نعرفهم؟ الكاريزما بتاعت الناس اللي هم ما قبل، اللي كان ليه قوة شخصية وقوة أداء، ما بقاش موجود ومش شايفه في أي نائب موجود دلوقتي. أنا بكلمك على وجه الخصوصية اللي موجودة في حلوان. نعم. سليم ده مع تغيير الأشخاص، هو ما فيش إلا شخص واحد وكان نائب شورى اللي هو إسماعيل ناصر الدين. ماذا فعل إسماعيل ناصر الدين في هذه الفترة؟ سليم لم يفعل شيء. الباشمهندس إسماعيل ناصر الدين وهو نائب دلوقتي، نائب تحت خطبة البرلمان. فأنا عاوز أقول لم يفعل شيء بإيه؟ ليه؟ سليم؟ هو كان شغال قبل كده، أنت كنت شغال للحزب الوطني ولا شغال للشعب؟ اكيد للشعب طبعا. سليم؟ خلاص خليك شغال للشعب، اشتغل، خلي العجله بتاعتك اللي هي كانت دايره خليها هي دايره زي ما هي ايه؟ وشغاله. نعم. لكن انا شايفه دلوقتي تراجع في اداء الخدمات. في ادائه الخدمي، في ادائه العملي. جايز يكون عنده ظروف معينه، جايز يكون ظروف صحيه ما نعرفش، انا ما بقبلوش بقى. طب والوجوه الجديده اللي صعدت دلوقتي وبقت نواب؟ اما بالنسبه للوجوه الجديده انا ما نقدرش نحكم عليها. ليه؟ لان حجتهم الوحيده ان احنا لسه لم نحلف اليمين حتى. طب بس الفتره اللي فاتت دي هم انا جبت لك في السابق، انا قلت لك ايه؟ ان النواب السابقين كانوا بيعملوا ايه؟ وقبل ما يكونوا نواب حتى لما كان بيقدم على الانتخابات نجح ما نجحش بيقدم خدمات حتى بيأهل نفسه للمرحله اللي جايه. دي حقيقه. سليم ده. اما الان انت جاي تاخد كرسي ولا جاي تخدم الشعب؟ تخدم المواطن. سليم؟ هو من الواضح العمليه عمليه كرسي وليس خدمه مواطن. تشريف يعني. سليم؟ وليس خدمه مواطن. نعم. ودليل على ذلك اللي هي الكتله اللي هي تحالف في حكم في دعم الدوله وتغيرت في دعم مصر دلوقتي. سليم؟ كما لو كان بقيه النواب التانيين ما يحبوش مصر او ضد مصر وما دخلوش هذه ايه؟ انت داخل البرلمان هتخدم لو انت عاوز تخدم، خارج البرلمان هتخدم لو انت عاوز تخدم. واحد عادي لو